بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة تقريبا 3 صباحا، يوم الخميس الموافق 9 يوليو أو يوليو 2026. الفيديو ده بعد ما المشاعر هديت شوية ومن اللي حدث أمس في مباراة مصر والأرجنتين. نحلل ونقيم، لأن مشكلتنا دايما في كل حاجة الفينش. ممكن نبوظ كل حاجة بسبب النهايات. كلام هيكون أكتر موضوعية. أنا لما كنت متابع المباراة، ودايما بيقول اللي بيدروه لابد ان هم بيقسموه على مراحل ويبقوا فاهمين كل العوامل اللي معاهم او اللي ضدهم والظروف وبيلعبوا مين وكده. محدش يقدر يغفل خالص التحيز المقيت والفج من الحكم والتنظيم. لكن ده باين، يعني مش انت اول حد حصل له الموضوع ده، يعني تحت مسميات التسويق، مراهنات، نجاح بطولة. فدائما هيبقى في حاجات زي كده، يعني يعني العملية تبقى تزيد وتقل. يعني ممكن يبقى اللي حصل امس، الجول بتاع مصر كله اجمع اللي هو اتلغى، اللي هو ما يتلغيش خالص، في تحيزات في التحكيم. لكن انا هاجي اركز، لان دايما احنا اسهل حاجة بنحط الشماعات ودائما ننسى نفسنا في الإخفاق. الناس الموضوعية بتقيم بشكل أكتر حيادية وموضوعية، حتى يقدر يستخلص النتائج والدروس المستفادة عشان يبقى فيه تراكمات. العالم امبارح كله اتقسم من خلال الفيديوهات والتصريحات والمحللين، وتقريبا يعني هو خروج مشرف، سرقة، حاجات كتير جدا. لكن أنا هنا هحمل جزء مهم جدا لمدرب منتخب مصر. احنا الحقيقة احنا كنا بنلعب، أغلبه كان عاطفة بالجمهور، بالدعاء، بالاجتهاد بيه. واحنا تقريبا منتخب الوحيد اللي في 48 منتخب اللي تقريبا 85% من مكوناته محلي. فدي في حد ذاته انجاز، وانجاز كبير جدا. ما كناش بنعمل اي رهبه للفرق التصنيفات العالميه الاولى. حتى هو حامل البطوله، احنا تقريبا كنا مسيطرين 80% او 80 دقيقه على الماتش. لكن الوهله الاولى انت فزت، حققت هدف في الشوط الاولاني، ثم جبت الجول الثاني واتلغى بفعل فاعل، وجول صحيح جدا، ويعني تقريبا ما فيش حد اختلف عن صحته وجماله. والمفروض الجول ده يتبروز واتلغى، ثم ربنا كرمك وجبت تاني جون، وفي اقل من ربع ساعة وينتهي الماتش. تغييرات المدرب الارجنتيني وفي بقى هم تقريبا فكوا السيطرة وبقوا مذهولين وحاجات زي كده كلها هجومية. هل يعقل اللي انت ما تغيرش الطريقة وتنزل محمود صابر خط النص وتنزل حسام عبد المجيد وتقفلها؟ العب بقى 5-4-1، اقفلها 10 دقايق مية ونور تتقفل عليهم. يعني هم 80 دقيقة مش قادرين يجيبوا جول، وهم تحت الاسترس والضغط والتغييرات كلها الهجومية وأعصابهم، يعني تغييرات انتحارية. تغييراتك كلها بتقول هجومية، كأننا احنا مهزومين.
نزلت مرموش، نزلت تريزيجيه، شايف محمد هاني ضايع خالص، يعني المفروض كان ينزل بداله اللي هو البديل اللي اسمه طارق. تشوف الجول الثالث اللي داخل فينا ولا كان ماتش ودي، هجمه مرتده، محمد هاني مش راضي يرجع، تعبان، وات ايفر. فانا هنا بشكل موضوعي ما احبش فكره الشماعه الاحاديه اللي الواحد دايما يقول لك كل الغلط على التحيز، على الفساد، على اللي هي واضحه للعالم كله. لكن لابد اللي يكون في نظره موضوعيه ان حسام حسن كان قمه الفشل في اخر ربع ساعه. المعلق المباراه بقى عمال يقول يا حكم وقف بقى المباراه، اللي هي الريست اللي بين اللي في الشوط، الراحه دي اللي دقيقتين بتاعت شرب الميه والحاجات زي كده. يعني المنطقي اللي انت طبيعي تغييرات، تاكيدات، مان تو مان، ما تديش فرصه استلام وتسلم الكرة بسهولة، ما تخليهمش يلعبوا على راحتهم 10 دقايق، يبقوا 10 دقايق تحقق إنجاز عالمي، لأنك أنت بتفوز على بطل البطولة السابقة، وكل المراهنات وكل النسب لصالحهم. لكن كانت في فشل ذريع في إدارة الربع ساعة أو أقل من ربع ساعة، لأن هم أحرزوا الجول في الدقيقة 79. تغييرات لا أي لها صلة بأي منطق. أي حد ليه في الرياضة باينة، اللي هي يقول لك أنا فايز 2-0 ألعب على الهجمة المرتدة، وحتى لو مش هلعب على الهجمة المرتدة أنا أخليها 5-4-1، أخلي صلاح بس يعني يبقى مناوشات بس، ما يخليش الخطوط كلها تتقدم، و10 دقايق واشوف محمد هاني مش قادر اطلع، انزل، اعمل نوع من الحيويه لخط النص وحيويه لخط الدفاع، واعمل لك 5 وانزل حسام عبد المجيد. شوف الجول الاولاني، ياسر ابراهيم سايب اللاعب ينط براحته في الجون الاولاني. الجون الثاني عشوائيه وهي تطليع وحاجات زي كده، مفيش اي نظام. الجون الثالث يعني حتى كمان مفيش، محمد هاني ما رضيش يرجع، واللي نزلتهم قاعدين في المرحله اللي قدام، يعني في شيء غير منطقي. خلاص الامر اللي احنا بنبص له الموضوع ده، ان دائما في اي اخفاق او فشل اوعى، حتى لو كانت الموضوع بين وواضح ان هناك تحيز ولا هناك اسباب خارجة عن السيطرة، لكن اعمل لها نسبة وتناسب. مفيش حاجة في الدنيا 100%. حتى اكون انا موضوعي، احنا لابد نتأكد ان البطولة دي لها اجابات كبيرة جدا، والعالم كله شهد لها ان منتخب 85% او 90% من المكونات المحلي بكل الظروف المحليه والتحيزات عندنا في الدوري، بكل العوامل اللي برضه لسه ناقصه، فكره الملاعب، الجماهير ما تحضرش بكل قوتها، اللي لسه برضه التنظيمات لسه مش على نفس المستوى، وانت عملتوا الابهار ده. فاحنا عندنا اخفاق في فكره التدريب، ما تمش اداره الربع ساعه الاخرانيه باحترافيه وادراك وفهم. عندنا الجزء العاطفي برضه عنصر مؤثر. فأرجو نفهم ان المعدن اللعيب المصري مميز جدا، لكن محتاج يتحط له في القالب الصحيح، نبعد على العشوائية، على العاطفية، على الارتجالية، على يعني انا كنت شايف ان في حاجات كتير جدا بروح المصريين، بالتحدي، بالتكتل المصري والدعم العربي، وفي اكتر من حاجة. لكن انا بقول برغم كل التحيزات اللي واضحة، وبناء على تصريحات حسام حسن ورفع علم فلسطين وحاجات زي كده، عارفين اللي هيبقى في تحيزات رهيبة وفجة، لكن لابد ان انا نحمل حسام حسن اسوأ ربع ساعة واقل من ربع ساعة في ادارة ماتش مصيري ومهم. كنت كتبت التاريخ انت واللعيبة، تاريخ لا ينسى. لكن هارد لك، ودائما بالتوفيق، ونبني بعد ما نقيم ونستفاد من دروس المستفادة. ودي قيمة التحليل والتقييم الموضوعي لأي حدث. لا نحمل كل شيء على جهة واحدة، ولازم نحملها بنسب وتناسب.